السلام عليكم. اليوم قررت اسوي مقارنة بين براد بيت وتوم كروز، الاثنين من اكثر الممثلين المفضلين عندي، وحتى اعرف من الافضل من بينهم بهذا الفيديو. خلينا نبدي. Round one, fight! من ناحية الترشيحات والجوائز راح نختص بجائزة واحدة وهي الأوسكار، لأني أكثر جائزة مهمة بالسينما. توم كروز ترشح للأوسكار 3 مرات، بينما براد بيت 4 مرات. توم ما فاز بأي أوسكار، براد بيت فاز بأوسكار واحدة سنة 2020. بهاي الجولة براد بيت ينتصر. هبوط المستوى وتدهور المسيرة. من ناحية تدهور المسيرة فبهاي الجولة توم كروز كان ثابت طوال المسيرة، وما عنده لحظات سوى بها أفلام عادية وأقل من عادي. تقريبا كل الأفلام اللي يسويها ميزانيات عالية، ودائما يكون من أعلى أجرا بالسنة. طبعا بهاي الجولة قاعد أقارن مو بمستوى الأفلام وإنما إنتاج الأفلام، يعني كلفة الإنتاج، وهل الفيلم كان إنتاجه ضخم وعالي، أو اشتغلوا مخرجين زينين أو لا، وهل الممثل كان بالأضواء ما مسحوب عليه. براد بيت مر بلحظات هبوط، بداية الألفينات إلى 2004 ومن 2015 إلى 2020، ولما كوينتين تارانتينو رجع للساحة وخلاه يفوز أوسكار أفضل ممثل مساعد بسنة 2020. فبهاي الجولة توم كروز يفوز. الموهبة بهاي الجولة تقريبا راح تكون تفضيلية، تفضيل شخصي طبعا، ما مبني عن حقائق مثل جولتين السابقتين. فمن ناحية الموهبة اشوف توم كروز يتفوق ولو بشي يعني بسيط على براد بيت من ناحية الموهبة. طبعا الاثنين يعطون يعني تنوع جميل بالادوار، يعني ما يظلون ثابتين بنفس الادوار باغلب الافلام. الاثنين عندهم تنوع جميل بالادوار، ويلعبون شخصيات شريرة وشخصيات غريبة وبلهجات مختلفة وباشكال مختلفة وميك اب. الاثنين عندهم رينج جميل بهذا الشيء. بس يظل بالنسبة لي افضل توم كروز، لان عنده اداء درامي افضل، يقدر يوصل مشاعر اكثر. طبعا اثنين كاريزمتهم قوية على الشاشة، بس يظل توم كروز يعطيني اداء درامي اكثر، يعطيني مشاعر اكثر، احس بيها انا كمشاهد من اشوف افلامه، عكس براد بيت. براد بيت اللي له اكثر الادوار الرومانس الكوميدي الكاريزماتيك، بينما توم كروز اكثر موهبة اشوفه. فبهاي الجولة يفوز توم كروز. منو عنده افلام احلى؟ براد بيت مثل بافلام اكثر من توم كروز. بهاي الجولة من رأيي انا اشوف براد بيت عنده افلام احلى من توم كروز، وتظل بالبال اكثر من توم كروز. توم كروز غالبية افلامه اكشن، مع الاسف على الرغم عنده امكانيات قوية، بس هو اختار بهذا الطريق انه يصير ممثل افلام اكشن بس، على الاقل اخر 25 سنة. قبلها كان احسن. بس براد بيت عنده افلام اكثر ضل على البال، يعني 7، فايت كلاب، دوره الرهيب بسناتش وبوشن وبغيره هواية بعد. فبهاي الجولة يفوز براد بيت. وصلنا لاخر جولة، تفضيلي الشخصي واختيار الشخصي منو الافضل بينهم. طبعا اثنين متقاربين جدا ومن المفضلين عندي، ممثلين رهيبين، بس بالنهاية راح اختار توم كروز. توم كروز انا اشوفه افضل من براد بيت. وهاي نهاية الفيديو، الى اللقاء.